فترة رئاسة الكابتن محمود الخطيب في النادي الأهلي الحقيقة إنها فترة غريبة جدا ومليانة تناقضات. يعني من ناحية بنشوف نجاحات تاريخية وبطولات يمكن تكون غير مسبوقة، ومن ناحية تانية خالص بنشوف حالة من الاضطراب والقلق بسبب النتائج اللي مش على المستوى في الفترة الأخيرة. في التحليل ده هنحاول مع بعض نفهم الصورة كاملة. الفترة الأخيرة دي بالذات في عاصفة كبيرة من الانتقادات، وده طبيعي بعد سلسلة إخفاقات ما كانتش متوقعة. والموضوع ده خلى الناس كتير قوي تسأل، هل عصر الإدارة الحالية في النادي الأهلي ممكن يكون انتهى؟ حالة الإحباط اللي موجودة دي حقيقية طبعا، وأسبابها كمان واضحة للكل. خروج من دوري أبطال أفريقيا، علامات استفهام كبيرة حوالين قرارات فنية معينة زي عقود المدربين وتذبذب الأداء، كل ده خلق شعور عام بأن في تخبط سواء فني أو إداري. بس السؤال هنا، هل الصورة القاتمة دي هي القصة كلها؟ عشان نجاوب على السؤال ده مهم قوي إننا نفصل بين الروايات اللي بتنتشر في الإعلام وبين الحقائق الموثقة. فخلينا نبدأ الأول بتفنيد كام ادعاء من دول. واحدة من أكتر الحاجات اللي اتقالت واترددت كتير قوي هي إن انسحاب الأهلي الأخير من ماتش معين كان الأول من نوعه في تاريخ النادي كله. بس لما نرجع للسجلات والأرشيف هنلاقي إن الكلام ده مش دقيق خالص. الحقيقة إن دي مش أول مرة خالص، تاريخ الأهلي نفسه بيشهد على الأقل على 4 وقائع انسحاب قبل كده، ودي كانت قرارات أخدتها إدارات تاريخية منهم رموز أسطورية في النادي زي كابتن صالح سليم، وكلها كانت لنفس الأسباب المبدئية. وبنفس المنطق برضه، فكرة إن الأهلي فاز بالدوري بره الملعب دي رواية مضللة جدا، لأن الفوز وقتها اتحسم في الملعب بفارق النقاط قبل ما أي منافس يقرر ياخد الموضوع للمحاكم والطعون القانونية. ودي بقى النقطة الجوهرية اللي لازم نقف عندها. التقييم العادل والموضوعي لازم يبص أبعد من اللحظة الحالية ومشاكلها. لازم نشوف الصورة الكاملة، لازم نشوف الإرث اللي الإدارة دي بنته، والأهم نشوفه بالأرقام. طيب بصوا معايا على التحول المالي الرهيب ده. ميزانية النادي قفزت من 800 مليون جنيه لحوالي 8 مليار جنيه. متخيلين الرقم؟ 10 أضعاف. ده مش مجرد رقم في ورقة، لأ، ده أساس مؤسسي صلب وقوي بيتبني عشان يضمن استقرار النادي للمستقبل البعيد. ولو جينا بقى نبص على الصعيد الرياضي فالأرقام هي اللي بتتكلم. الفترة دي بتعتبر من أنجح الفترات في تاريخ النادي كله، خصوصاً على المستوى القاري. يعني فكرة إنك توصل ل6 نهايات دوري أبطال أفريقيا ورا بعض وتكسب منهم 4، ده إنجاز تاريخي بكل المقاييس، وما حصلش لأي نادي في القارة قبل كده. والنجاح ده على فكرة ما كانش في كرة القدم بس، النجاح امتد وشمل توسع إنشائي ضخم جدا في فروع النادي، ده غير الاكتساح شبه الكامل للبطولات في كل الألعاب الجماعية التانية زي السلة والإيد والطايرة. كل ده بقى بيوصلنا لنقطة مهمة قوي ومحورية في النقاش، وهي الفرق بين رد فعل الجمهور العاطفي وبين طريقة تقييم مؤسسة كبيرة وعريقة زي النادي الأهلي. كتير بيحصل خلط بين التقييم العاطفي اللي بطبيعته بيبقى مبني على نتيجة آخر ماتش والمشاعر اللحظية، وبين التقييم المؤسسي اللي المفروض يكون طويل الأمد، يعني ياخد في اعتباره حجم الإنجازات الكامل على مدار سنين في كل الجوانب. ومن هنا بتيجي الحجة الأساسية. السؤال هو، هل من العدل إن سنة أو حتى موسم ونص صعبين يخلونا نمحي إرث كامل من النجاحات اللي حرفياً تعتبر غير مسبوقة في تاريخ النادي؟ طيب كل الكلام ده يوصلنا لإيه في الوضع الحالي؟ الإجابة ممكن نلاقيها في التاريخ. تاريخ النادي بيورينا إزاي الكيان ده قدر يعدي من أزمات ومحن أصعب من كده بكتير. المقولة الشهيرة دي بتلخص هوية النادي وجوهره. الأهلي عدى عليه فترات تراجع قبل كده، لكنه في النهاية مؤسسة قوية مبنية على فكرة المرونة والقدرة على التعافي والرجوع أقوى من الأول. وهنا بنوصل للخلاصة، وهي عبارة عن سؤال عن التوازن. إزاي كنادي وجمهور نقدر نعمل التوازن الصعب ده بين حقنا في النقد والمطالبة بتصحيح الأخطاء، وفي نفس الوقت نحافظ على ثوابتنا ورموزنا اللي كانت هي أساس استقرارنا ونجاحنا على مدار تاريخنا كله. ده هو السؤال الأهم اللي لازم كلنا نفكر فيه.